بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطوة الأولى للتحضير لامتحان معادلة الصيدلة الأمريكية. طبعا الكلام ده كان من 40 سنة، فطبعا ولا عندي أي فكرة عن أي حاجة في الامتحانات بتاعتهم. الصدفة البحتة كنا موجودين في قدام مكتبة، دخلت دورت فوجئت إن في بسهولة جدا لقيت كتاب أو كتب عن المعادلة وحاجات زي كده. بس الكتب دي يعني كانت كلها أسئلة وأجوبة. قلت ماشي مش مشكلة، بس اخد فكرة. اشتريت كتاب منهم، وما روحت البيت ببص كده في الأسئلة ان انا مثلا اعرف اجاوب على اي واحد ابدا. ان انا مثلا انت عارف الاسئله الامريكيه يعني في 5 أو 4 نقط وبتختار منهم. انا مش عارفه ولا واحد منهم اصلا. طبعا في الوقت ده المنهج في كليه صيدله جامعه القاهره كان مصري، ما كانش منفتح على اي جامعه خارج مصر. خلاص وخلصنا. انا شفت بقى الكتاب حطيته، هعمل ايه؟ ما دي اسئله واجوبه. بعد كده والدتي لما كانت جايه من مصر قلت لها لو سمحتي هاتي لي ورق المحاضرات بتوعي. انا منظمه جدا وحاجتي في اوضتي كانت واضحه تماما. قلت لها تجيب لي الورق، جابته. بس لما جربت بصيت في الورق، لقيت انه برضو ما بيجاوبش على الاسئله اللي في الكتاب ولا حتى سؤال واحد. وبعدين بعد كده طبعا كل ده وانا حامل وخلاص انا رايحه اولد وحاجات زي كده. بس طبعا انا عارفه ان انا مش هشتغل دلوقتي، بس انا مش بحب انتظر يعني. فحاولت اشوف، انا بس عايزه اعرف ايه الوضع بالظبط، علشان كمان 10 سنين ولا الله اعلم قد ايه ابقى مثلا ايه، يعني عارفه ايه هو اللي هعمله ولا مش هينفع ولا ايه بالظبط. وهتابع معاكم بقى الحلقه الجايه.